السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم يا أحلى أخوات في الدنيا. النهاردة هنعمل إن شاء الله القراقيش الاقتصادية. أنا عندي هنا 2 كيلو دقيق، عندي اللي حطيته ده كانت رشة ملح، عندي هنا كيس كيك شيف. عايزة تحطي كيس بيكنج باودر براحتك، بس كيك شيف بيبقى أحسن شوية عنه، بيدي نتيجة أحسن وأحسن بكتير. عندنا ايه تاني؟ يلا بينا مقاديرنا واحدة واحدة كده مع بعض. جبت المعلقة اللي هنقلب فيها. عندي هنا السمنة، عندك زبدة حطي، عندك سمنة حطي، عندك زيت حطي. انا هنا حطيت سمنة على زيت. ادي هو بعير لك بالكوباية، المج العادي خالص اللي بنشرب منه الشاي اهو. ادي كوباية سمنة، واحط تاني عليها كوباية زيت. زيت طبعا يكون نضيف يا حبيبة قلبي، ما يكونش له ريحة عشان ما يغيرش طعم القرص بتاعتي. اهو كل حاجة خطوة خطوة من الالف للياء وبالراحة، وعشان تعرفي التفصيل بالظبط والتفاصيل ايه والتكات ايه ان شاء الله. انا عندي هنا اهو كوباية زيت، هحط كمان عليهم نص كوباية سمنة. عايزة تحطي سمنة صافي حطي، عايزة تحطي زيت حطي، اللي انت عايزاه. بيبقى هنا من 2.5 اهو ل3 كوبايات زيت على سمنة، او سمنة بس او زيت بس، اللي انت عايزاه واللي تفضليه اهو. طيب خلاص، يبقى هنا حطينا قولي معايا الملح، رشة ملح بسيطة كده. حطينا السمنة والزيت، وحطينا كيس البيكنج باودر. تمام. طيب الخميرة ايه ظروفها؟ انا دوبتها في نص كوباية مية. دي عندي هنا كوباية لبن دافي، الحاجات دي كلها تبقى دافية. بس السمنة انا ما سخنتهاش قوي، يا دوبك دفتها بس سيحتها. تمام. هنحط كوباية المية عليها معلقتين خميرة. دي يا حبيبتي ريحة السمنة البلدي. عندك ريحة برتقان حطي، عندك ريحة موز حطي، اللي نفسك فيه. تمام. يلا بينا نكمل. بس بريحة البرتقان تقريبا اللي نفسك فيه حطي. وتفضلي بقى تقلبي المكونات دي كلها. عايزين بقى هنا تبس كويس قوي الدقيق، تشربي السمنة في قلب الدقيق زي ما انت شايفة كده. شايفة؟ ايوه كده. تبس كده، كل ما تبسي اكتر كل ما القرصة القرقوشة او القرصاية او اللي انت بتعمليه بيبقى كويس. يعني دي اسمها خدمة العجين. تمام. تبسيها كده وتشربيها من كل حاجة، وانا هوريكي دلوقتي بعد ما نبسها كويس قوي 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 زي ما انت شايفة. بالحق يا جماعة، اللي انا حطاها دي اللهم صل على سيدنا محمد، كانت ريحة البرتقال. قصنص كده بيجي من عند العطار، في روايح كتير قوي قوي قوي. انا جبت منه 2، ريحة برتقان وريحة سمنة بلدي. عنده ريحة موز، عنده ريحة جوز هند، كل الروايح زي ما انت عايزة اهو. شوفي كده، شوف انا بسيته ازاي، بقول لك ازاي انا بسيته لدرجة ان هو بيتلم معايا كده. تشربي ما تخليش ولا ذرة دقيق مش شربانة من السمنة او الزيت اللي انت حطاه. يلا كده اتجدعاني وشمري واملي بيتك بالخير، بيات الشتوى جهزيله بقى. ايوه شوفي. طب هتحط ايه تاني بقى؟ كده بقى هنخش نحط ايه بقية المكونات بتاعتنا. السكر هنا حبيبتي حطيت انا 6 معالق سكر اهو. دي الخميرة اللي انا مدوباها في السكر وفي المية الدافية اهي. وبعد ما قلبتها كويس، ولازم تدوب كويس جدا جدا. بعد كده هنشربها للعجينة اللي قدامك دي. يلا بينا يا قلبي يلا بينا، ما تكسليش، ما تقوليش الجو ساقع. يلا توكلي على الله واعتمدي على الله، وشمري كده واعملي قرصتين الولاد، او قرقيش حلوة او المنين، سميه زي ما تسميه اهو. وهقولك برضك على تكات السوا خطوة خطوة معاكي. انا هنا حطيت لبن على مية، انا هو حطيت هنا كوباية اللبن. عايزة تدوبي السكر بتاعك في اللبن تمام، تدوبيه في الخميرة تمام، انت براحتك. هو الكيلو بياخد 3 معالق سكر، 4 معالق سكر من اللي هي المعلقة بتاعت الأكل. عايزة تزوديه زوديه، أنا عشان عاملاه سادة، في جزء كبير منه سادة، فبزود السكر شوية. اهو اللبن قدامي، بيبقى اللبن دافي. هتحطي حبة بحبة، ليه؟ عشان
العجينة ما تبص منك والمية بتاعتها او بتبقى طرية او تحتاج دقيق، وانت ممكن تكوني مش عاملة حسابك فيه، وعشان تبقى مقاديرك مظبوطة وحاجتك مظبوطة. انا هنا عندي الميه اهي، انا وريتها لك خطوه بخطوه، ما خبيتش عليك حاجه. مش انا اللي اقول لك مثلا لا ده احط لبن، لا ما تنفعش من غير لبن، لا احط ميه بس. اللي قدامك انا بعمله خطوه خطوه اهو. وتبداي بقى تعجني نص عجنه كده، تلميها لمه محترمه كده. تمام، ايوه. تلمي بقى، لمي بقى ايه اجزائها كلها كده واحده واحده اهو. انا خلصت ولميتها عشان ما اطولش عليك الفيديو اهي. شايفه العجينه قدامك عامله ازاي؟ بصي اهي، ما بتمطش منك، خلي بالك من الكلام. شايفه اهي، حلوه وزي الفل. ما تنسيش بقى تحط لايك يا قلبي العجينه الجميله دي، واشتراك. ده شغل يا جماعه فضلا وليس امرا، محدش يزعل من كلمه اشتراك، ده ببلاش. تمام، واللايك ببلاش والله. اهو بوريكي هنا الخمر بتاعها. انا ما سبتهاش تخمر ولا حاجه، سبتها ترتاح من نص ساعه لربع ساعه عشان الجو كده، وغطيتها بالايه بكيس بلاستيك عندك، بستريتش فويل زي ما انت عايزه، بورقه الاستريتش. تمام، ايوه. جبت كده هوريك ازاي نقطعها ونشكلها. باخد حته كده وافردها على صينيه زي ما انت شايفه كده اهو، رايح جاي كده، وتبقى الفتحة بتاعت العجين من تحت اهو. دي كانت كبيرة برضك، هنفرد كده زي ما انت شايفة اهو. افرديها كويس تمام، ورققي العجين. ليه؟ عشان هي هتخمر. وخلي بالك في انا حاطه لها نوعين خمر، اللي هي الخميرة والكشف او البودر. طب انت ما حطيتيش فانيليا ليه؟ انا ما حطيتش فانيليا، انا حطيت ريحة البرتقال او ريحة السمنة البلدي او القصانص زي ما بقول عليه، زي ما انت عايزة. تمام اهو. تقطعيها بقى، شايفة تساوي بقى من ناحية، من كل ناحية كده، عشان الصباع القرقوشة ده يبقى كويس، وتبقى ايه اهو كله شكل بعض وكل حجم واحد زي ما انت شايفة كده. طيب انت مثلا عايزة تحشيها ايه؟ عايزة تحشيها عجوة احشيها، عايزة تحشيها ملبن احشيها، اللي نفسك فيه اعمليه يا حبيبة قلبي. انا هنا برضك هديكي فكرة من عندي بإذن الله، يا رب بس تستفيدي منها، ويكون كل معلوماتي شايفة اهي، يا رب يكون كل معلوماتي بتفيدك اهي يا حبيبتي. شايفة انا بوريك اهو السمك بتاعة العجينة ايه قبل ما يخمر. شايفة ترققيها عشان لسه هي هتزيد خمر تاني. انا عندي هنا ملبن باقي من حلاوة المولد، بدل ما ارميه انا هستفاد بيه. انا هشيل التشكيلات اللي هي المتزوق بيها الملبن دي ايوه، وهعجنها عجنه محترمه بايدك عادي، بحته زيت، بحته قولي معايا بحته سمنه صغننه كده، وتعجنيها عجنه محترمه، وتصبعيه وتشكلي بيه زي ما هوريكي برضك دلوقتي. ما ترميش حاجه خالص خالص. انا هدفي انك تستفادي بكل حاجه في قلب ايدك وكل حاجه في قلب بيتك، بدل الملبن ما يبوظ منك او يتركن في التلاجة ويبوظ، او تتلم على الحشرات، او تستغنى عنه او ترميه. لا، استغلي. انا اهو فردته في قلب العجين زي ما انت شايفه، وبلم عجينتي وبقفلها كويس اوي زي ما انت شايفه اهو. وبتساوي طبعا الحروف ببعضها كده، وتقومي فردة العجين. خلي بالك ان العجينة اللي بتيجي تحشيها لازم ترققيها شوية. تمام، عشان هيبقى فيها في قلب منها حشو، غير العجينة الفاضية اللي هي السادة. تمام، تفردي بقى كده وتظبطي بقى، وانت أستاذة في التظبيط. ظبطي كده بقى وهندمي بقى القرص بتاعتك او القراقيش بتاعتك زي ما بتسميها، او المنين. شايفة تقطعي كده حتة حتة. يلا معانا، ايوه كده. عندك بقى السكينة دي المشرشرة اقطعي، عندك سكينة عادية، عندك العجلة دي، عندك قطاعة. انا بوريك كل الحاجات اللي عندك المتاحة ليكي اعملي اللي في ايدك اعملي اهو. بفرد بقى عجينتي اهو، وبفرد الصباع بتاعي. تمام اهو. وتقومي اللي حطاها في قلب صينية فيها سنة زيت بسيطة عشان ما ايه ما تلزقش منك. تمام يا حبيبتي. لو وصلت لحد هنا حطي لايك يا قلبي، واشتراك في القناة فضلا وليس امرا. مشي دنيتك باللي عندك وباللي في ايدك. اروح اشتري غالي ليه؟ حرام يعني، بأمانة يعني. الدنيا غالية اه،
الناس بتشتكي تمام. بس انا بقول لك توكلي على الله. خلاص سيبناه بقى وشكلنا كله. سبتها لما تخمر تمام. سيبيها لحد ما تعلى كده قدامك، زي ما تشوفيها كده تلاقي العجينة خفيفة كده وهشة، شايفة تضاعف حجمها، تعرفي ان كده تمام قوي قوي. وتسخني بقى الفرن بتاعك وعلى درجة حرارة 170 160 في الحدود اللي زي كده، او درجة حرارة متوسطة تمام. انا عندي الفرن الكبير بتاعي زي ما انت شايفة، الفرن الفلاحي، رصيت فيه الكمية بتاعتي وبدأت أقلبه يمين وشمال كده، ما تسهيش عنها عشان ما تتحرقش منك. وادينا اهو سويت الكمية كلها وهوريها لك اهي. شايفين السوا من فوق ومن تحت كويس أوي ازاي؟ تمام أوي أوي أوي. عندك نص كيلو دقيق اعملي، عندك ربع كيلو دقيق اعملي، عندك كيلو دقيق اعملي اللي نفسك فيه. الكمية دي طبعا فرقنا منها لحبايبنا، وعنت منها فرست منها في قلب الفريزر. كله ينفع يا حبيبتي. حبيتي بقى على كوباية شاي حلوة، على كوباية نسكافيه كده بقى بمزاج، تفطري انت وولادك، ولادك يفطروا قبل ما يمشوا، كوباية لبن اللي نفسك فيه يا حبيبة قلبي. واتمنى اكون فدتك النهاردة ولو بمعلومة، واسألك انك تدعي لي دعوة حلوة وطيبة من قلبك، والله المستعان. اهي الكيلو بجد يا جماعة غالي في الأفران. طب على ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.